بطيخه. اهلا يا فراوله. انا مبسوطه قوي. ايه الميداليه الجميله دي بطيخه وبتلمع وكده وحركات. دي رائعه جميله قوي. جبتيها منين؟ ودي فراولتك بس الاول. دي جميله قوي. دي ميداليه فراوله. ايوه جميله. ده معبره جدا عننا. هنصورهم للناس عشان يشوفوا احنا بنقول ايه. بس انا يعني نعمل بوست عليهم. شاطره، فكره حلوه. جبتهم بقى اونلاين من بيج كده لذيذه جدا. ايوه، تعمل اكسسوارز بقى وميداليات وحاجات كده. انتوا جين زي، اصل انتوا بتوع الاونلاين يا عم. ايوه انا لسه هنزل والف. يا خرابي يا خرابي على الفرهده اللي انتوا فيها. يا غلب يا رب. لا انا عشان بنصرف فلوسكم برضه. خلاص بقى، خلي الطبق مع الشطان من اول بيت. بالنسبه لنا كجيل جنواي، لا احنا يعني لا بنجيب من الاونلاين بس مش كل حاجه بصراحه. خدت وقت طويل عشان اي تراست اصلا الاونلاين بيجز معينه عشان اجيب منها. بس والله هو حل تحفه وجميل الاونلاين بصراحه، وبينقذني في زنقات فظيعه. اعترفي ان ده حاجه حلوه والله. هو حاجه حلوه، انا معترفه انه حاجه حلوه. خدت منها اعتراف. سواء هو شوبينج كده عادي لبس وكده، او سواء طلبات بيت وحاجات كده وبتاع. لا هو اختراع الصراحه. احنا زمان لا احنا كنا لازم ننزل بقى، ماما تبعتني انزلي هاتي لي علبه صلصه. ما حد يجيب مدلي من تحت. انا مش لازم انا اللي اروح بابا. انزلي يوم بعد ما نسيت بقى عايزه بنتي ما قلناش، وما كانش فيه موبايل بقى فتلحقني تقولي قبل ما اطلع لا لازم اطلع. بعدين اضطر انزل تاني اجيب بقيه الطلبات، ما كانش فيه بقى موبايل ولا حاجه يلحقني كمان. ايوه كنت لازم اضرب المشوار. فبالنسبه لي وانا صغيره كان شويه مأساة. لما كبرت لا بقى كانوا هما محلين 3 على فكره اللي موجودين، اللي احنا كنا بنروح نجيب منهم اللبس. وكان لو اي حد له حد بره فجاب تيشرت مختلف على فكره بيتعرف، لانه مش حاجه يعني ايه انت بتجيبي لبسك منين. ايوه. فانا عشان كان لينا قرايب بره مصر فكانوا يجيبوا لي ساعات حاجات، او لو انا سافرت لهم اجيب حاجات، فكان دايما عندي اوبشن اللي عندي حاجات مختلفه. فتسأل بقى السؤال ده ايه ده منين؟ الله مختلف. ايوه فهم كانوا 3-4 محلات اللي زي 3-4 قنوات التلفزيون اللي كنا بنتفرج عليها. يا عيني ونفس اللبس، ناس كانت بتلبس زي بعض على فكره والله. حتى والاطباق انا يعني عارفه الاطباق الصيني دي بلاقيها في كل بيت. ده هي البيضه ام فاكهه دي مثلا، دي ستاندرد، ده مفيش بيت مصري ما كانش فيه الاطباق دي. الحديث منه البيضه ام ورد ازرق. ايوه. فغلب بقى، فكان كل الناس اسطمبات. ايوه. وكله كان بيجيب وبيلبس شبه بعض والى حد كبير، الا بقى كده ما قل ودل اللي بيعرف يجي يظبط حاجه من بره. الى ان فجاه بقى في المولات. ايوه. فالمولات بقت بتحتوي على محلات كتير. وبقينا بقى نلف في المول. ثانيه واحده، المول بالنسبه لكم ده اختراع جديد؟ طبعا لان كان الشوبينج ساعتها كنا بنروح حتت مثلا زي روكسي او بقولك محلات معينه. وكان اغلبها بصراحه صناعه مصريه وكانت زي الفل على فكره يعني. في بس في منهم لحد دلوقتي فاتح، زي مثلا بتاع الجزم اسمه لطفي وزلط بالظبط كده. دول من زمان جدا، وكنا دي جزم المدارس لازم تكون منهم. وكان في محل اسمه ياسمين، ده كان في القربة اعتقد برضو، كان بتاع جزم وكان برضو حاجته حلوه. فاقصد لا يعني كان في صناعه مصري. وكنا لما نيجي نسافر ناخد للناس هدايا الجلود المصري، يعني كنا بنروح نتفشخر بالحاجات دي ان احنا جايبين حاجه مش اي حاجه، ده الجلد المصري قبل تشاينا. قبل ما تغزونا تشاينا. بس هم شطاء يعني. هي خيبتهم ولا خيبتنا؟ لا ما خيبتنا الصراحه. مش هنقول الحاجات دي بس فاني فجاه انقل من فكره المول الى فكره ان انا ابقى بشوب اونلاين. فانا بقى عندي بقى كونسيرنز. طب انا ايه اللي ضمني المقاس مظبوط لو حاجه لبس؟ انا ايه اللي ضمني الخامه صح؟ ما كنتش يعني عندي ثقه، وكل الناس كانت شغاله اونلاين زي الفل. انا خدت وقت بصراحه عشان اثق واجيب، وما زلت في حاجات بتخوفني. ما هو دي البوينت. بس يعني عادي في كذا طريقه هقولهم لك تقدري عادي. انا عارفه واحده منهم. اوعي تحسسيني ان انا كبيره. لا يعني عادي مساعده. لا انه مثلا انا ممكن اجيب الحاجه واقيسها وادفع بس الشحن لو انا مش هاخد. شفتي؟ بس بقى في بيجز ما بترضاش.
لا خليها في بيجز بتقول لك خليها لا، لهم يعني في حبيبتي. بيجز بتقول لك ايوه وانس انه الراجل مشي خلاص مش فيش هنغير او كده، وفي ناس لا ما فيش الحوار ده، فدول بخاف اجيب منهم برضه لا دول خليها لهم بقى يعني. ايوه. بس انا ملاحظه حاجه من كلامك، يعني ان انتوا حضرتوا كذا نقله، يعني انت الاول حضرتوا نقله المولز وبعدين نقله الاونلاين شوبينج. ده حقيقه، ولا وحضرنا نقله البرودكتس المصري وبعدين نقلت بقى الحاجات الانترناشونال زي بقى البراندات والحاجات دي. كان عندنا الفكره عنهم يعني اديدس والحاجات دي من زمان واحنا عارفينها طبعا، وبنجيب الريبوك والكلام ده كله احنا عارفينه، بس ما كناش بنجيبه من مصر، نادرا ما كنت تلاقيه في مصر. روحي بقى بورسعيد تهريب بقى عشان الجمارك انت عارفه نقعد نلبس الجاكيتات فوق بعضها عشان الوزن. والله حصلت مره وراح قايل لي لما تجيبي الجاكيت ده حلو جميل شكرا ربنا يخليك بيشيلي منه التيكت. يا لهوي الاحراج ده لما انا لابسه التيكت يا لهوي تهرشني قوي كده. انا نزلت السوق حبيت اعمل لك مفاجاه، اشتريت لك كرافات. فكنا لما نعوز حاجات المدارس الاساتيك اللي شكلها غريب الاقلام الحاجات دي هي بورسعيد مفيش كلام يعني. ايوه جاكيتات لبس حاجات تقيله بتاع من بره كان هو بورسعيد المنفذ للمصريين لو مفيش اوبشن ان حد بيسافر يعني. بس فاحنا نقلنا كذا نقله على فكره، احنا غلابه قوي يا مصلي. لا والله لسه هقول لك ده انا بالنسبه لي دي حاجه مبسوطه لو انا حضرت كذا حاجه يعني في دماغ حلو. ما انا شعري بيض بقى من كتر اللي انا عديت بيه. ايوه بس عندك حاجات حلوه والله هحاول اصدقك جميله. فاحنا في الاول كنا انا عايزه ابقى معاكم ممكن انا هسحب من جنسي هذه الحلقه كملي. لا فكنا كده حضرنا فكره ان البرودكتس كانت مصري بصراحه كان فخر يعني والله. وبعدين حاليا بقت البراندات الانترناشونال زي ما قلنا، وفكره المحلات الصفر تمشي شارع مثلا 3-4 محلات فتركني هنا وتتمشي بقى الباقي عشان تروحي المحلات. لكن فكره المول فكره تانية والميجا مول بقى المولات الكبيره زي CFC والحاجات دي ده مش منطقي بس انا ببقى لاجئه انا بحب الحاجات دي. تخشي جوه فلوسك تخلص مش مشكله بس اخش. لا انت عارفه يا بطيخه انا فيا حاجه بس ما اعرفش جانواي كلهم زيي ولا لا. انا ما بعملش شوبينج غير لو انا محتاجه حاجه يعني يعني مش هلف في المحلات غير لو انا محتاجه حاجه فهلف عليه. بس ده طول عمرك ولا ده طول عمري. مش حاساها شخصيات بس حتى يعني من وانا صغيره لما كنت بروح سوبر ماركت بروح بورقه مش بروح كده واللي يعجبني اجيبه. لا انا بروح محدده انا عايزه اجيب ايه. عشان كده يقولك ما تروحيش السوبر ماركت وانت جعانه. لا ما بروحش ولا انا ما بحبش اروحه على فكره اصلا. ده كانت فتره من الفترات دي فسحتي الوحيده. لا مش بحبها يا فسحه بالنسبه لي هدك ورخمه. ايوه والله يعني انا اطلب كده بحاجه اونلاين حاجات البيت ده بالنسبه لي زي ده اشيل وكيس واجي افضي انا الراجل بيجيب لي لحد باب الشقه واديله اللي فيه النصيب ويبقى هو فرحان وانا كمان. تصدقي الاونلاين حاجات كتير الصراحه. لغى حوار السوبر. انا زعلانه من الطلبات. لا انا مش زعلانه فرحانه طلبات وبريكفاست والحاجات دي. لا انا شايفه انها اختراعات ولا غنى عنها الصراحه. المحلات بقى المول نفسه انا بحبه جدا بس انا بروح في اوقات يعني يا بدري قوي قبل ما الناس تزحم لانه في الزحمه بيبقوا حاجات تقرف. فيا بروح بدري يا بروح مثلا الجمعه بدري الصبح. فاهمه انا عندي مشاكل كده. لا عادي انت صح. وامشي على واحده اللي هو الناس بقى تبدا تيجي تنزل بعد الصلاه بتاع كده بقى انا خلاص خلصت الخروجه ومروحه. ايوه حضرتك احنا عندنا برفيوم كريمات ميك اب اكسسوارز حضرتك تحبي ايه؟ يعني اقصد ان احنا عندنا كذا سيكشنز. في سيكشنز كريمات في سيكشنز برفيوم في اكسسوارز في ميك اب. حضرتك تحبي ايه؟ انا احب اي حاجه معاكي. فبس لكن انتوا شايفه ان انتوا معتمدين تماما على الاونلاين صح؟ اسهل واسرع وكل حاجه. بس زي ما بتقولي طبعا في شويه كونسيرنز وكده بس مع الخبره عادي بتتعلميها يعني. انا كنت متخيله ان انت هتعرضيني جدا في حوار الاونلاين. انا مبسوطه انا الكلام ده مني. انا جيت من قريب كنت عايزه اجيب هديه لواحده صاحبتي. فعايزه اروح محل فضه طبعا هو التليفون بيسمعنا اوريدي فلقيت كميه حاجات الفضه اللي فتحت لي فعملت اوردر وجبته وانا كمان قلقانه من انه هيطلع حلو ولا وحش يعني. هو فاين فعلا زي الصوره ما انا عندي مشاكلي برضو بس اخدت حبوب الشجاعه وقلت مش مشكله ما هو لو مش حلو هدفع الدليفري ومش واخداه. فلا والله طلع حلو جدا وهايل وانبسطت وفر عليه. ما كنتش بجد عارفه يعني بقى لي اسبوع ونص عايزه اجيب الهديه مش فاضيه اروح اشوف محل واجيب. انا مبسوطه ان انت متبنيه هذه وجهه النظر. انا هنتفق. الله مبسوطه
شاطره يا جين زي، كتر الف خيركم يا بطيخه على هذا الاختراع الرائع. ايوه ما فيناش حيل كمان يعني بناكل فولترين وكده مش قادرين بقى. هات يا ابني حطتني حتى الفولترين بتجيبيه اونلاين طبعا. والله كله دلوقتي يعني دلوقتي يا اونلاين يا دليفري يعني يا اما كده يا اما كده، وانت قاعده في مكانك. ده تكنولوجيا قمه الابداع بقى. وانت كنتي سبب ده، بس مش هقول كنت بشتري ايه. اوعي ماشي. لا فاكره لما كنا في الساحل يا بطيخه؟ اوكي. ودخلتيني على نون يا بطيخه، فاكره عملنا الاوردريات. ايوه بس فكوني كمان اوردر وانا في الساحل، اعجاز يا بنتي والله. لا كنت سعيده جدا جدا. ايوه فاكره ده كان الحاجه دي كان نفسي اجيبها بقالي سنين من وانا صغيره. ايوه لو لازم عشان تجيبيها تنزلي شارع معين في وسط البلد. قصه. لا شفتي ده وفر وقت، ده طلع من الالات الموسيقيه كمان تحس انها شخص محترم. انت طلعت آلة موسيقيه فعلا. طب تعالى بيه. متهيألي هما فهموا، ما نقول لهم وخلاص. يلا 1 2 3 صاجات. مش كنا ناويين نفتح بس بعد الظهر حاجه، بنروح كده برايفت بيتش بنبقى عايزين بس شويه حاجات كده نلعب بيها نزيد بيها. ايوه بس بقى طب تعالي بقى بمناسبه التكنولوجيا الحلوه دي في الشوبينج، انتي بتحبي الفيزا ولا بتحبي الدفع كاش؟ طيب انا كان نفسي يبقى معايا كاش بصراحه ما انكرش ان انا لو معايا كاش. ما احنا زمان برضو ما كانش في فيزا على كده. ايه ده تصدقي ان احنا زمان ما كانش في فيزا برضو. انا لسه كنت في حقيبه ذكريات اكتشفت ان الفيزا طالعه مثلا يعني 2000 وشويه. فاحنا لا واحنا صغيرين برضو كنا بكاش دايما. بس جينا امتى بقى حاليا لا طبعا فيزا لكذا سبب. اوكي فيزا لاني مش همشي بكاش كده كتير. الاسعار الحاجات ما بقتش زي زمان، فانا مش همشي ببلك الفلوس ده عشان اجيب ساعه مثلا. يعني برضو في ايوه في ايتمز بعد هنجيب كوتشي هنجيب اللي حضرتك ده كله منين غير اللي انا همشي بيه في العادي. فلا الفيزا حل رهيب. وعايزه اقول لك ان لما المنصات ده اللي اتحرق سنترال ده كانت ايام عذاب والله العظيم. انا الكام يوم دول من غير نت انا مش قادره اصدق ان انا الفيز فيها مشاكل. انت عارفه ان حصل مشاكل حتى في المطاعم وكده، ان الناس طلبت ومش معاها تدفع مش معاها كاش. انا عامه لسه كنت بقول الحته دي، ومصدر فلوس يعني اللي كان بيجي لي الحمد لله كان كاش، وانا كنت متضايقه جدا قبلها وايه الهبل ده وهمشي بالمبلغ كله ويجي لي كاش وبتاع. ساعتها يعني طبعا بصي دي وش وضهر لا شعر ودقن. طب كله 900 جنيه بس. انت اشتريتي ب 900 جنيه بس؟ مش بس 900 جنيه. تصور اول مره اشتري رخيص كده 900 جنيه. بتفرج على فيلم بتاع تامر حسني اللي هو ريستارت، كان بيتكلم في الحته دي. الفيلم ده كان سباق لان هو اتعمل قبل المشكله دي. قبل المشكله كان قلبه حاسس. صح. على فكره عايزين نحيي تامر حسني. جامد. انا حضرت له حفله كده وحسيت ان ايده الله. ايوه ومش عايزه كانت نفس الحفله. لا مش هي. اوكي ماشي. بس كانت حفله حلوه جدا. وايه ما شاء الله الله اكبر عليك. الفايبس تحفه. رهيب. عندك حضور فظيع ما شاء الله على لياقتك وكده. وبجد كانت حفله تحفه وانا خرجت مودي حلو. ومن ساعتها كل ما ارجع افتكر اليوم ابقى سعيده برضه. ايوه وانا كمان. شابو يا تامر. ايوه انا حضرت له حفلتين لحد دلوقتي. ايوه الثالثه ما كانش ليا نصيب فيها بس تمام. الثالثه مع بعض بقى عشان انا حبيته يلا بينا. بس فلما المشكله دي اتناقشت في الفيلم لا كانت يعني الحمد لله يا رب ان انا معايا كاش، وتعلمت ان انا دايما يبقى معايا كاش. ده حتى دخلت السوبر ماركت بقت دلوقتي برقم. هتجيبي لك 2 كيلو لحمه انت ما بتجيبيش بقى بتعيطي ليه؟ دايما حاليا فيزا وده اختراع لطيف. وفكره كمان الانستا باي والحاجات دي انك بتسدي وتبعتي وكده. هم عشان كده عملوا له فيزا على فكره. كنا ندفع بعض 100 جنيه يعني تخلف. حول لك 100 جنيه عليا ب20. ده حتى السايز بقى بيستخدم انستا باي. والله تصدقي انا كتير في محلات اقول له عندك فيزا يقول لي لا ممكن تبعت لنا انستا باي. اصل سهل. اصل انا ساعات كتير ده انا انستا باي ده بص ايدي شعر ودقن تاني برضو عشان ايه انا كنت بنسى شنطتي فيها بقى الفيزا وفيها كل حاجه، لكن الموبايل خلاص في ايدي ما بنساهوش. طول عمرك محتاسه كده. فهو انا قاعده خد. ايوه
بص انا نسيت الشنطه. انا ما اقدرش، لازم انزل بفيزي بطاقتي ما انا كنت في الاول بقى لسه يعني، ما انا اول ما ابتديت الحاجات دي تبقى معايا كنت كبيره شويه. ما ينفعش برضه بطيخه يعني، لازم البطاقه. افرضي لا قدر الله حصل حدث. ما انا كنت الحاجات دي كنت كبيره شويه على بال ما عملتها البطاقه. انا يعني اول كارت خدته في حياتي كان الاي دي بتاع الجامعه، وقعدت فتره ماشيه بيه وما بيعملش حاجه غير ان انا ادخل بيه الجامعه. فوانس ان انا مش رايحه الجامعه خلاص يا جماعه. لو بتدخلي ما بتخرجيش الجامعه اللي انت فيها دي. خرجت الحمد لله. قولي قابليني لو خرجت. بتتشفتي جوه. يلا الحمد لله كانت ايام. بس فهو ده يعني خلاص انا وانس ان انا مش في الجامعه، انا مش محتاجه هذا الشيء القذر. يبقى انت متاخره كنت في كل انا كل الحاجات دي على بال ما عشان نزلت مصر بقى والاوراق وانت عارفه الحاجات هنا. أيوة. فكنت 20 سنه. طيب انا عايزه ادي نصيحه للمستمعين، محدش يمشي من غير الحاجات دي. انا مره يعني بعد الشر عليكم كلكم عملت حادثه، ويومها اللي خرجني ان انا كان معايا حاجتي سليمه. واللي انا خبطته او اللي خبطني انا مش فاكره ساعتها مين فينا خبط التاني، بس ما علينا. التاني ما كانش معاه حاجه، فقال له هي لو وصلت الموضوع للاسم وكده هتتحبس. فقال له لا خلاص خليها ستر ربنا ده. فيعني ما حدش يمشي غير باوراقه سليمه ارجوكم، في بالذات في الظروف الرهينه. مش عارفه اشمعنى بس عادي ظروف الرهينه عجبتني ككلمه، فاسمعوا الكلام وخلاص. في لبش اليومين دول. طيب انتي بتجيبي تعملي شوبينج وكده يا بطيخه لما بتكوني متضايقه؟ ايوه بيحبها يا لهوي ببسط. يعني ليه علاقه مش بمحتاجه ليه علاقه بالمايند سيت ان انا مقرف فانزل اعمل شوب بعدين فلوسي تخلص تكتئب او نفلي هتتخض ونفضل في هذه الدوامه ملهاش اند يعني. لا انا زي ما قلت لك انا بنزل لما ببقى عايزه حاجه، لاني لو مش عايزه حاجه ونزلت هشبط وهجيب وهرفع رقم فهتضايق زي ما انت بتقولي. فعلى ايه يعني ممكن نبامبر باي حاجه تانية، اتفرج بقى على فيلم. انا بحب اجيب حاجات قديمه او كرتون واتفرج عليه. ايوه يعني مش لازم لا ما هو اصل هقول لك حاجه، اصل انت الشوبينج ده بيبقى جاي بعد اكتئاب عنيف. فانا كل اللي انت بتقوليه ده خلاص انا عديت بيه، اللي هو مش واكل معايا. طب نصيحه تانية لجنزي، خد بالك لو انت بتستعمل او بتستعملي الفيزا كارد ان انت دايما تبقي في ليميت معين. يعني ما تفتحيش الفيزا كارد مثلا ب 150,000 وات ايفر، انت ليك 10,000 العب فيهم. جيب ايتم كل شهر بالظبط. يعني ما تفتحش قوي عشان ما تبقاش عندك لود انك تسد ويفضل عليك بقى تزعل بعدين كده. يعني هتبقى دلوقتي تزعل بعدين بلاش. فحاول دايما كل واحد بيبقى عارف الانكم بتاعه قد ايه ويحاول يظبط كده هيسحب او يشتري بالفيزا في حدود كام قد ما يقدر. ما الفيزا دي خلي الواحد كده يمشي ما شاء الله مش دريان. وابل باي سهل، انت حتى مش محتاجه تدخلي باسورد. هو انا الابل باي ده مثلا مش فاهماه ومش عارفه اجربه ولا حاجه. انت نفس فكره انستا باي، بس هو سهل الموضوع في فكره ان هو عشان التكنولوجي وكده. انت بمجرد ما بتحطي الموبايل على الماشين خلاص الفلوس اتسحبت. مش كارد يعني. فانت مفيش اسهل من كده، فانت ماشيه عماله تعملي كده. لا انا خايفه برضه صباح الفل يعني. لو نقلت هقولك ماشي. هي فين الفلوس حضرتك؟ ما علينا محشوره فلوس كتيره بس اتحشرت. انا بحب الميمز بتاعت لما يجيب لك الاي تي ام ويقول لك يا سفيه احنا 10 في الشهر مرتبك خلص وما نزلش يا سفيه. بتاعت علاء ولي الدين. ده الاي تي ام دي لو كانت بتتكلم لا. يعني لا والله لازم يعملوا اي تي ام بتتكلم عشان الواحد كده هيروح في داهيه. طب سؤال للاستاذه فراوله، معاكي المايك. انا مش عارفه التعامل الرسمي ده فيا فجاه ليه، بس مش مشكله. دلوقتي في سيل، هل بتأجلي ان انت الحاجات اللي محتاجاها بما انك بتشتري يعني الحاجات اللي انت محتاجاها بس بتستني السيل وكده، ولا خلاص انا محتاجه ده دلوقتي فهنزل اجيبه؟ لا انا محتاجه ده دلوقتي فهنزل اجيبه. اوكي. عندي اعتقاد انه في السيل حاجه من الاثنين، يا مش هلاقي اللي انا عايزاه هيبقى اتشال لو هو حلو. لا يعني ممكن ساعات هم المحلات في حاجات معينه بيشيلوها نيو كولكشن مثلا كده، فمش هلاقيها كده في السيل. اوكي. وفي اعتقاد تاني ان السيل حاجات اللي هتنزل فيه مش قد كده حلو. يعني لو اكل فالتاريخ قرب ينتهي. لو فاهمه حاجات كده بخاف الفرحه. فانا بخاف من الحاجات دي، مانيش قوي بنصح يعني. مش دي اللي تخليني اشتري. مش يعني مش بتغريكي يعني. انا اعرف ناس ماشيه ورا يعني ده في عارفه كان في فيلم كده اللي هو بتاع عز اصحاب لما بتقول لك احمد السعداني بيقول لها انت جايبه كورن فليكس ليه واحنا ما حدش فينا بياكله. ايوه تلاقيك عليه عرض.
يا بويبي يا بالظبط. فانا اعرف الناس دي ده عليه اوفر يعني. الاوفرز دي هتخلص، دي نفس الناس اللي بنقول لهم يا جماعه انتوا المفروض يبقى ليكوا ليميت تحددوا لنفسكم. ايوه بالظبط. فانا لا، انا بشتري اللي انا محتاجاه والله. ساعتها كان في اوفر والله، ساعتها عندي بوينتس بالفيزا، يعني هل في اوبشن ممكن استنفع بيه؟ اوكي. لكن مش هاجل اللي انا محتاجاه لحد ما يبقى في اوفر. اوكي. وانتي؟ لا انا الصراحه عارفه الناس اللي هي في اوفر دي بحبها قوي، بس عارفه اللي هو لما الاقي الاوفر فعلا يستاهل ان هو حاجه ما اقدرش افوتها، او يعني حرام ان انا افوتها، بعمل كده. لكن لا، مش ايه ده في اوفر فبجري اروح، لا. يبقى ناخد روليتا لمبيكا لان معاها اوفر، بتاخد شنطه باكج فيها البرفيوم بالجيل شاور بالديودرانت باللوشن بالسلطات بالبابا غنوج. طيب في حاجه جبتيها وندمتي عليها؟ حاجه لبس برضو كان مشكله في كواليتي، من هنا بقى اتعلمت فكره انه انا لازم ابقى انا اللي استلم الاوردر الاونلاين. دي برضو من كل تيبس والتريكس اللي كنت هقول لك عليها. الخامه ما تتلبسش والله العظيم، اكياس زباله. انا مره طلبت كده، كنا داخلين على رمضان وطلبت، لقيت تستات كده مصليه بالاسدال فحسيت ان الله مود بقى ونعمل روحانيات في رمضان. مش قادره اقول لك، الاسدال مبقع، البتاع منسله. والله. فكلمت راجل بعد ما نزل في ساعتها، قلت له لو سمحت بسرعه تعالى خد الاوردر، انا مش عايزاه. لاني حاولت ارجعه يعني من خلال البيج، بعد بقى يستهبلوا وبتاع، ملوش اي علاقه بالصوره والله. فدي برضو من التجارب السيئه اللي كانت اونلاين. يعني دي حاجه تانية. والاكل بقى في حاجات كتير، اقول له ده المطعم الفلاني ده جميل، ده حلو يا جماعه يلا نجربه. انك تجربيه لا اله الا الله، يا ريتني يعني كلت فول في بيتنا عادي جدا والله. معلش خلاص، دي اخر عروض هناخدها وهنمشي ومش هيضايقك تاني. خلاص خلصيني يا رضوى. خلاص خلصيني يا رضوى، يلا انا عايز امشي. يلا ندخل على الخلاصه. يلا بينا. الخلاصه ان جين واي وزي متفقين في ان الفيزا اسهل والاونلاين احسن، واختلفنا شويه في سبب الشوبينج. ممكن جين زي عامل نفسي اكتر، ولو في اوفرز هيجري برضو ويستنى، لكن جين واي العكس. صح. يلا باي باي يا بطيخ. اشوفك الحلقه الجايه.